اهلا بيكم يا شباب، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكويسين. النهارده انا جاي اتكلم معاكم عن الجهاز ده، سامسونج A25. الحقيقه سامسونج A25 هو خليفه ال 24 وال 23 وسلسله الاي بشكل عام، سلسله الفئه المتوسطه. الحقيقه ان الجهاز ده ما بيقدمش اي جديد في التصميم خالص، غير حاجه بسيطه جدا هنعرفها دلوقتي. نفس رصه الكاميرات، منفذ الشرايح في نفس المكان بتاعه، لسه محتفظ بال3.5 ملي التايب سي والمايك والسبيكر. وعندك فوق هنا مايك عزل ضوضاء، نفس النوتش اللي موجودة في الشاشة، مفيش أي اختلاف خالص. طب تعالى نيجي بقى في الحتة دي شايفين التانية دي هي الحاجة الوحيدة اللي فارقة في التصميم. هي الحتة دي بس اللي عند البصمة وعند منفذ أو زراير خفض وتعلية الصوت. هي دي بس الحاجة الوحيدة اللي في التصميم المختلفة بين ال25 وال24. الحقيقة إن جهاز ال25 بيجي بالمعالج الإكزينوس 1280. والحقيقة احنا لما نيجي نقارن بين الإكزينوس 1280 وجهاز السنة اللي فاتت ال24 اللي بيجي بالهيليو جي 99، هتلاقي في فرق في الأداء. أداء البروسيسور الحقيقة في ال25 أقوى طبعا بشكل ملحوظ. هو إزاي؟ يعني الأداء واضح. طيب، بالنسبة للكاميرات، الحقيقة رصة الكاميرات هي زي ما قلنا، لكن كمان مش بس رصة الكاميرات هي كمان نفس بالظبط الميجا بكسل بتاع الكاميرات، سواء الأمامية أو الخلفية. هتلاقي 50 ميجا بكسل، 8 ميجا بكسل، 2 ميجا بكسل، وهتلاقي الأمامية 13 ميجا بكسل. بالظبط نفس الكاميرات اللي موجودة في ال 24 هي نفس الكاميرات اللي موجودة في 25، مفيش أي اختلاف خالص. طب إيه اللي يخليني أروح واشتري الجهاز ده ال A25؟ حاجتين: البروسيسور القوي اللي هو اقوى من 24، وكمان الشاشه الحقيقه شاشه سوبر امولود 120 هرتز. الشاشه اللي موجوده في الجهاز ال 24 90 هرتز بس، ودي حاجه تخليك تشتري الجهاز ال 25. معنى كده ان الجهاز 24 وحش؟ ما قلتش كده خالص، واداؤه ممتاز واداؤه قوي جدا وجهاز العاب. لكن لو عاوز جهاز بيديك اداء اقوى، هتلاقي ال 25 معاك طبعا، وبيدعم 5 سنين تحديثات على حسب كلام سامسونج. جهاز من اقوى الاجهزه اللي موجوده في الفئه المتوسطه، وفعلا هيثبت وجوده في الوقت اللي جاي. اتمنى اكون قدرت افدتكم. متنسوش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعل زر الجرس، ولو احتجت اي سؤال انا مستنيك تحت في الكومنتات. اشوفكم الفيديو الجاي. تحياتي لكم.